أشهى المأكولات وأقوى الوصفات من المطبخ العفريني الشهير مع الشيف أليفة حمادة. وصفاتنا ولا أشهى وأكلاتنا غير مع القطايف. لمزيد من الوصفات تابعوا حسابنا على الفيسبوك مع الشيف أليفة حمادة. صباح الخير يا أحلى متابعين، كيفكم؟ إن شاء الله الصحة جيدة. مشان الصحة اليوم رح نزل لكم خبز الشوفان. من فترة نزلت خبز الكينوا فكتير حبيناه، وامبارحة خلص من عندي خبز الشوفان. مثل ما بقلكن وعودتكن، أنا الشغلة اللي بدي نزلها الوصفة إذا ما حبيتها وما كانت 100% ما بنزلها. فجربت خبز الشوفان كتير طلع طيب، وحبيت أنزلها لأحلى متابعين. هذا خبز صحي وسهل وسريع ومو مكلف. عندي هذا الشوفان، أي شوفان عندكم مو مشكلة، بس هذا شوفان البيو، وأنا بدي أخلط له بذور دوار الشمس. أي بذور عندكم، القرع إيش من كان عندكم بتحسنوه وتخلطوا له، مو مشكلة. أنا هذا الموجود عندي، ومي ورشة ملح. هاي هي المكونات. شفتوا ما أسهل المكونات؟ هلا أنا بدي أطحن الشوفان على هالطحانة، ومنشوف كملوا معي الطريقة كتير سهلة وكتير سريعة. حطيت بالخلاط مي مشان ما يلزق الشوفان بالخلاط، وحطينا أول وجبة، وهي وجبة الثانية هلأ بدنا نطحنها. وهي طحنت شوي دوار الشمس، بدي أطحن مع شوي الشوفان، وبعدين بعد ما بخلطن على الخلاط بحط هيك كمان صحيح من البذور الشمس. هاي ثالث وجبة. حطينا 3 وجبات بالخلاط، 3 وجبات من الشوفان. حطينا الشوفان وحطينا مي وحطينا بذور دوار الشمس. هلا بدي احط نص معلقة ملح بس مو اكتر، ومنحط كمان مي ومنخلط. اذا شفنا القوام سميك كمان منزيد عليه مي، مو مشكلة. بنسمي بالرحمن. وبدي بعدين بفرجيكم شلون القوام، لاني مشان الصوت ومشان ما اطول عليكم بالفيديو حطناهن لنشوف شلون القوام كتير ممتاز. ملاحظة متابعيني، كل ما طول القوام انتوا بتعملوا الخبز، اذا شفتوا القوام سمك حطوا له شوية مي، مو مشكلة 3-4 معالق مي، بس يكون القوام هيك. شوفوا مثل عجينة القطايف، لاني كل ما طول معكم انتوا عم تشووا الخبز بيسمك معكم، بيتقل معكم القوام. زيدوا عليه شوية مي. شوفوا كل هالكمية نص كيس الشوفان، هاي بكفي لكمية تانية كمان. هلا بنشوف اكتر من 10 رغف خبز بيطلع منه. هلا بدنا نحط له مثل ما قلت لكم بذور دوار الشمس، هيك كمان بيعطي لون وبيعطي نكهة وبيعطي قوام كتير كويس. حطينا شوي طحناه، وهيك بدنا نحط حب صحيح مع الخليط. وهي شعلت الغاز، حطينا طواية التيفال. اذا عندكم طواية تيفال على اعلى حد من الغاز بتشعلوه بيكون افضل طواية التيفال. وهون حاطة مي، كل ما تقل معي الخليط منحط شوية مي، ما منكتر، المهم يكون الخليط هيك. شوفوا ما شاء الله الخليط ممتاز. هلأ بس تسخن الطواية منحط الخليط. بحط الخليط وما بسطعه وما بحركه لبين ما يتأمر يعطيني لون، بعدين بقلبه على طرف التاني. شوفوا المنظر لحاله بالشهي ما شاء الله. مثل ما بتعرفوا الخبز اللي معه مرض السكر لازم ما ياكل خبز، هذا أنفع له. حبيت أفرجيكم هاي الحركة قبل ما تتأمر وتاخد وجه، قلبتها مشان أفرجيكم ما بصير تقلبوها قبل ما تاخد وجه، ما بتحترق، ما بيصير لها شي. شوفوا ما لازم تقلبوا الرغيف لبين ما يتأمر من تحت. حبيت هيك افرجيكم هذا الرغيف شلون صار، مو لاني انا ما لا، هي ثالث مرة انا عم بسوي هالخبز.
بعرف الطريقة، لهيك أنا قلت لكم هذا الرغيف قلبته. شوفوا شلون فرط، بس يتأمر ياخد وجه بتقلبيه على وجه التاني. وهي الرغيف التاني، شوفوا الروايح غير شكل. حبايبي إذا حدا مجرب هذا خبز الشوفان يكتب لي بالتعليقات شلون لقيتوه، طيب ولا لا. بكل سهولة بتنقلب. بتعملوا هيك بالمعلقة بتشوفوا إذا محمر ولا لا وبتقلبوها، كتير سهلة حبايبي. هذا الرغيف التاني ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على الوجهين أمرناه. هلا عم نكمل الباقي. اليوم بدي نزل وصفتين صحيين، اللي هي عجة البروكلي غنية بالفيتامينات وخبز الصحي. طبعا ما رح انزلهم مع بعضهم، كل وحدة فيديو لحال. فرجيكم شلون الرغيف عم ينتفخ. شفتوا ما شاء الله، عم بصير عليه نفخة مشان ما يعجن من جوا، عم يفصل، عم بيصير هواء من جوا وعم ينفخ. شفتوا؟ انتهينا من وصفتنا الصحية اليوم. صلوا على النبي حبايبي متابعيني الحلوين. شوفوا لي على هالمنظر وعلى هالشكل وعلى هالطعمة، يعني شي خيالي، شي تحفة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بتمنى تحطوا لايك واشتراك، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. أهلا وسهلا اللي داخلين جديد على قناتي، أهلا وسهلا فيهم. لا تنسونا من لايك والاشتراك حبايبي متابعيني الحلوين. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، طولة العمر. أشهى المأكولات وأقوى الوصفات من المطبخ العفريني الشهير مع الشيف أليفة حمادة. وصفاتنا ولا أشهى وأكلاتنا غير مع القطايب. لمزيد من الوصفات تابعوا حسابنا على الفيسبوك مع الشيف أليفة حمادة.